كل رياضة هي رياضة جماعية. انتوا عارفين تقريبا كل رياضة في العالم فيها جزء من روح الفريق. مفيش حد بيكسب لوحده، حتى في الألعاب الفردية زي التنس أو الجولف. اللاعب العظيم دايما وراه فريق، مدربين وأخصائيين وحكم وأصدقاء وناس بتدعمه. الفكرة دي ظهرت لي بوضوح جدا لما قرأت عن ديانا ناياد، الست اللي مسكت الرقم القياسي في السباحة في المياه المفتوحة. طب ايه اكتر من كده رياضة فردية؟ يعني بالكاد محتاجة مركب صغير يتابعها، لكن لما قررت تكسر الرقم القياسي اللي كان 60 ميل وهدفها تسبح 100 ميل، احتاجت شهور تدريب عنيف، وكانت مستعدة تماما. ومعاها طلع فريق كامل، مرشدين للرياح والتيارات وغواصين يرصدوا القروش وخبراء من ناسا يساعدوها في التغذية والتحمل. وكانت محتاجة 1100 سعرة حرارية في الساعة، وخسرت 13 كيلو في الرحلة دي. وكان عندها مدربين شجعوها وقت الرجفة والقيء والهلاوس واليأس. رقمها الجديد 102.5 ميل لسه متسجل لحد النهاردة. اسمها هي اللي مكتوب في الكتب، بس اللي حقق الرقم كانوا 51 شخص. سماع العقليات. ممكن تبتدي تسمع العقليات من الرياضيين وهم لسه صغيرين. اسمع كويس وهتفهم. في سنة 2004 آيسيس ديليس كانت نجمة في فريق كرة السلة النسائي بجامعة ديوك، وطولها كان 195 سنتي. كانت معلقة صورة أبوها جيمس كويك تيليس في الدولاب بتاعها كنوع من التحفيز يعني. بس الصورة ما كانتش تكريم لباباها زي ما بتقول الصحفية فيف برينستين، دي كانت تذكرة بكل حاجة آيسيس مش عايزة تكون زيها. كويك تيليس الأب كان ملاكم معروف في الثمانينات. في سنة 1981 نافس على لقب بطولة العالم في الملاكمة، وفي سنة 85 ظهر في فيلم اللون الأرجواني في دور ملاكم. وفي سنة 86 كان أول ملاكم يكمل 10 جولات كاملة مع مايك تايسون، بس رغم كده عمره ما وصل للقمة. آيسيس ديليس وهي في آخر سنة في الجامعة قالت السنة دي لازم نفوز ببطولة وطنية. حاسة إني لو ما خدتش البطولة دي هبقى فاشلة، وهيبقى عندي إحساس إني برجع لورا وهبقى زي بابا ولا حاجة. أوه، هو ده تفكير؟ يا إما أبقى حد مهم يا إما أبقى ولا حاجة. يعني لو كسبت هبقى شخص مهم، ولو خسرت أبقى ولا شيء. بس غضبها من أبوها كان مبرر، لأنه سابها وهي صغيرة. بس الطريقة اللي بتفكر بيها دي بتعطلها. مفيش حد تاني عنده التركيبة دي كلها، الطول والمهارة والسرعة والرؤية في الملعب. محدش عنده المواصفات دي زيها في كرة السلة النسائية الجامعية. ده كلام الصحفية برينستين. لكن ناس قليلة قوي اللي بيحطوها في ترتيب فوق 2 من أحسن لاعبات في أمريكا، ديانا توراسي من كونتاكت وألانا بيرد من ديوك. أداء آيسيس مش دايما بيوازي قدراتها. هي متضايقة إن الناس منتظرين منها مستوى أعلى، وبتقول حاسة إني لازم أطلع وأعمل أرقام خرافية في المباراة، وأجيب عشرات في التسجيل والريباوند والتمريرات الحاسمة، وأعمل دونك 360 درجة. يمكن ساعتها الناس تقول دي مش وحشة قوي كده. أنا مش شايفة إن الناس عايزين منها المستحيل، هما بس عايزين يشوفوها بتستخدم موهبتها لأقصى درجة. عايزينها تطور المهارات اللي تساعدها توصل لأهدافها. القلق من إنها تطلع ولا حاجة مش هو التفكير اللي بيشجع الأبطال الحقيقيين رغم صعوبته. يمكن آيسيس المفروض تبص لأبوها بإعجاب لأنه حاول يوصل، بدل ما تبصله باحتقار لأنه ما كملش. الناس المهمة مش بيتحددوا بمكسب أو بخسارة، الناس المهمين هم اللي بيحاولوا بأقصى جهدهم. لو حاولتي بكل اللي عندك يا آيسيس، مش بس هتكوني في الماتشات لكن في التمرين كمان،
فأنت بالفعل حد مهم. تعالي نشوف التفكير التاني. اللاعبة كانديس باركر طولها 191 سنتي، وكان وقتها عندها 17 سنة، وآخر سنة ليها في المدرسة في شيكاغو، وكانت رايحة تلعب في فريق ليدي فولز مع المدربة العظيمة بات سميث. كانديس كان عندها أب مختلف عن أيسيس، وبيعلمها درس مختلف: لو اشتغلت بجد على حاجة هتاخد على قد تعبك. من كذا سنة لما كان أبوها مدربها فقد أعصابه معاها في ماتش بطولة. كانت مش بتحاول تاخد الكرة المرتدة، وبتسدد كرات سهلة من بعيد بدل ما تستخدم طولها جوه المنطقة، وكمان ما كانتش بتدافع كويس. أبوها قال لها يلا نرجع ونحاول بجد أكتر. طب إيه اللي حصل؟ رجعت الملعب وجابت 20 نقطة في الشوط التاني، وعملت 20 ريباوند كسروا الفريق التاني تماما. وبتقول هو فعلا ولعني، وعرفت إن كان عنده حق. دلوقتي كانديز هي اللي بتولع نفسها، بدل ما تكتفي بإنها نجمة بتحاول تتطور طول الوقت. ولما رجعت من عملية في ركبتها كانت عارفة كويس هي محتاجة تشتغل على إيه: التوقيت والأعصاب والنفس. ولما الرميات الثلاثية بتاعتها ساءت طلبت من أبوها يروح معاها الجيم يتمرنوا عليها، سواء في الباسكت أو الحياة اليومية، مفيش حاجة مضمونة. وبعد أسابيع قليلة النتيجة كانت واضحة. للأسف فريق أيسيس اتخرج من البطولة، وفي المقابل كانديس باركر بقت أول ست تكسب بطولة الدانك في الباسكت ضد 5 رجالة. الشخصية والقلب وعقلية البطل دي الحاجات اللي بتكون الرياضيين العظماء، ودي الحاجات اللي بتيجي من عقلية قابلة للتطور، اللي بتركز على تطوير النفس والتحفيز الذاتي وتحمل المسؤولية. حتى لو كان الرياضيين الكبار تنافسيين جدا وبيحبوا يكونوا الأفضل، العظمة مش بتيجي من الأنا بتاعت عقلية الثبات، اللي كمان فيها تفكير يا حد مهم يا إما يبقى ولا حاجة. طور طريقتك في التفكير. في رياضات دايما كنت فاكر إنك فاشل فيها، يمكن تكون فعلا كده، ويمكن لأ. مش هتعرف غير لما تحط فيها مجهود كبير. كتير من أعظم الرياضيين ما كانوش بارعين في الأول، بس لو عندك شغف برياضة معينة اشتغل عليها وشوف بنفسك. أحيانا إنك تكون موهوب جدا ده بيكون لعنة، والرياضيين دول ممكن يفضلوا في عقلية الثبات وما يعرفوش يتعاملوا مع المشاكل. بس لو في رياضة جاتلك بسهولة وفي لحظة حسيت إنك وقفت مكانك، جرب تستخدم العقلية القابلة للتطور وارجع لها تاني. ولازم تعرف إن الشخصية مفهوم مهم في عالم الرياضة، وبتيجي من العقلية القابلة للتطور. فكر في المرات اللي اضطريت تنبش جواك في ماتشات صعبة. فكر في أبطال العقلية القابلة للتطور وشوف بيعملوا إيه. تقدر تعمل إيه في المرة الجاية علشان تضمن إنك داخل الماتش بعقلية قابلة للتطور. الرياضيين اللي عندهم عقلية قابلة للنمو والتطور بيلاقوا النجاح في التعلم والتطور، مش بس في الفوز والمكسب. كل ما تعمل كده أكتر الرياضة هتكون ممتعة أكتر ليك وللي بيلعبوا معاك كمان. لو عايز تبقى بطل حقيقي ما تعتمدش بس على موهبتك، اشتغل على نفسك واعتبر كل تحدي فرصة تتعلم منها. النجاح مش إنك تكسب بس، لكن النجاح إنك تدي كل اللي عندك حتى وإنت خسران. خليك دايما في عقلية قابلة للتطور والنمو، وطور نفسك كل يوم.